احلى مسا عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده عملنا لكم بقى كده بطاطا باسهل طريقه بالكاستر. بصراحه كانت تحفه وكانت جميله جدا، بس الشوايه عملتها معايا. حطيتها طبعا على الشوايه، لقيتها اتحرقت كده، بس كانت طعمها جميل جدا جدا وعجبت الاولاد جدا وسهله جدا. هوريكم بقى الطريقه. بصوا عامله ازاي، ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا دي المفروض بتتقطع ومش وهي سخنه، بتبرد، بس احنا ما صبرناش بصراحه عليها وقطعناها سخنة من حلاوتها وجمالها. تعالوا بقى نشوف الطريقة سوا. هنجيب كيلو ونص من البطاطا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا قشرناها كويس جدا. طبعا انا غسلتها، نقعتها الاول في مية عشان الطينة اللي فيها وكده، وغسلتها كويس جدا زي ما انتوا شايفين، كانت نضيفة. فطبعا قشرتها زي ما انتوا شايفين، طبعا عشان ما اطولش عليكم الفيديو. طبعا قشرتها كويس وغسلتها وقطعتها حلقات برضو عادي، كده كده هنهرسها يعني. وهننزل عليها بشوية مية صغيرين، لان البطاطا كده كده بتنزل مية، يعني بتبك ميتها. وهنحط عليها معلقتين او 3 من حسب الرغبة من السكر. انا حطيت 3 معالق. وطبعا رفعتها على النار على طول. بس كده استوت معانا. طبعا فاض شوية مية صغيرين، صفيتهم طبعا، او زي ما انتوا شايفين استوت خالص اهي. هصفي المية اللي فيها واسيبها تهدى خالص، واحاول بقى ايه اهرسها كده. طبعا مش هينفع بالشوكة، هي اصلا مستويه خالص، فعملتها بالهراسه يعني، ما احتاجتش الهاند بلندر ولا اي حاجه. هرستها كويس جدا، اهم حاجه ما يبقاش فيها اي قطع. هرستها قوي، هتشوفوا دلوقتي بالهراسه كده ما شاء الله تبارك الرحمن. هي اصلا يعني كانت دايبه مش محتاجه. حطينا عليها معلقه سمنه بلدي، ممكن زبده، في ناس كتيره بتحط زبده. وحطيت ظرف من الفانيليا واحده بس، بيخلي ريحتها جميله جدا. خلينا اقول لكم وانا بقلبها، طبعا البطاطا سخنه، سيحت على طول السمنه. ريحتها كانت جميله جدا بصراحه، كانت تتاكل كده نيه. بس قلبنا طبعا كويس جدا زي ما انتوا شايفين، مفيش اي تكتلات ولا اي حاجه معانا ولا اي قطع خالص. السمنه دوبتها فيها هي والفانيليا. هنحضر بقى البايركس بتاعنا. زي ما انتوا شايفين، واصغر صينيه في البايركس، يعني اصغر حاجه. هننزل عليها كده وهنسويها بقى كويس، هنخليها كلها زي بعض. طبعا انتوا عارفين فوائد البطاطا، طبعا غنية بالالياف ومفيدة للقلب وللشعر وللبشرة، وكويسة جدا لينا للكبار وللاطفال كمان. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. هنركنها بقى كده ونحضر معانا هنا الكاستر. هنجيب كوبايتين من اللبن. ده كده مقدار الصينية اللي انا عاملاها. طبعا هنجيب كوبايتين من اللبن، كل كوباية لبن عليها معلقة كاستر ومعلقة سكر. هننزل بالمعلقتين، طبعا معلقتين هرميين كده من الكاستر. كل ده على البارد. في ناس بتحب تعمله بالبشاميل، في ناس بتحب تعمله يعني بطرق تانية كتير، كريم كراميل. فانا كان متوفر عندي بصراحة الكاستر، فقلت اعملها لكم بقى كده بالكاستر. كل كوباية لبن عليها معلقة سكر ومعلقة كاستر، طبعا كله على البارد. قمت رافعه على النار بقى، بحط ظرف فانيليا برضو. وهنقلبه كويس جدا، كل ده على البارد. رفعنا بقى على النار، طبعا ايدينا فيه عشان خاطر برضو ما يكتلش معانا. هيتقل معانا سنه سنه زي البشاميل. بصوا عمل ازاي، هو ده القوام اللي احنا عايزينه، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. وطبعا كل ما يقعد ويهدى هيتقل معانا. هنحضر بقى، سيبته هدي خالص شويه، ولسه سخن بس سيبته هدي. هننزل بقى عليه بالبطاطا. بص القوام، احنا عايزين القوام ده كده كده تمام كده مظبوط بالظبط. هننزل بقى على البطاطا بتاعتنا اهو، حتى بيطلع دخان اهو، بس هو مش سخن قوي يعني، هدي معانا. هنعمل بقى طبقة كده سميكة فوق البطاطا.
صراحة كان الحاجة تتاكل ان هي كانت تحفة بصراحة وجميلة جدا. طبعا انتوا عارفين فوائد البطاطا تحفة يعني من كل حاجة. بس كده فردناهم كويس. هندخلهم بقى. طبعا انا كنت مولعه الشوايه، ما عشان كده الفرن سخن معايا بسرعه. قمت دخلتها الشوايه على طول. يا دوبك انا ما كملتش 5 دقايق لقيتها كده. طبعا وما ينفعش مصورها لكوش سامحوني بقى على المنظر، بس هي بصراحه طعمها جميل جدا جدا جدا. وحتى اللي محروق ده كان طعمه حلو قوي بصراحه، وعجب الاولاد جدا يعني. بس فقلت اكمل لكم الفيديو بقى، مش هعطله يعني عشان خاطر هي كده كده حلوة يعني. بصوا المفروض استنى برضو عليها، الاولاد ما كانوش صابرين. فالمفروض استنى عليها تتقطع اما تبرد خالص. فعشان كده الكاستر كان سايح شوية، بس كان طعمه جميل جدا جدا، وارجو تجربوه. وبألف هنا وشفا عليكم حبايب قلبي.